واخيرا الفيديو اللي ناس كتيره جدا كانت بتسالني عليه ومستنياه، وهو ازاي اكتب كفر ليتر عشان اجيب بيها اول عميل. والحلو بقى في الفيديو دوت اللي انا مش هقول لك على طريقه واحده، انا هقول لك على 3 طرق، اي واحده فيهم كفيله اللي هي توصلك للعميل اللي انت عايزه. مش بس كده، لو كملت معايا الفيديو دوت لحد الاخر انا هقول لك على طريقه رابعه هي عباره عن تجميع ما بين ال3 طرق، وزي ما بقول كده دي تعتبر حرفيا عصاره خبرتي كده في موضوع الكفر ليتر على الموقع ده. فتابع معايا لحد اخر الفيديو وركز جدا في كل كلمه هقولها، ويفضل لو معاك ورقه وقلم خد نوتس كده ورايا بحيث ان انت الحاجات ديت ما تفوتكش بعد الفيديو. واحده من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها هي ان الاوفر بتاعك مش عباره عن كفر ليتر بس، الاوفر بتاعك اللي انت بتقدمه للعميل هو عباره عن تركيبه من كذا حاجه، منها بقى الكفر ليتر، البايو اللي انت كاتبه عندك في البروفايل بتاعك، السعر اللي انت عارضه، حتى صوره البروفايل اللي انت حاططها على الموقع برضه بتفرق في الاوفر بتاعك. الا ان الكفر ليتر دي تعتبر هي اهم حاجه فيهم. ليه بقى؟ لان هي دي العميل اول حاجه بيشوفها، وحرفيا انت لو كاتبها بشكل كويس وبطريقه مقنعه العميل ممكن يتغاضى عن اي حاجه من اللي انا قلتها دي كلها ويبدا الشغل معاك على طول. تاني حاجه برضه لازم تاخد بالك منها جدا هي ان انت تحط نفسك مكان العميل اللي انت بتقدم له. هو واحد زيه حرفيا عنده اوبشنز كتيره جدا، وزي ما انت مقدم له في 100 غيرك اكيد برضه مقدم له، في منهم هيبقى عنده فيدباك على الموقع، في منهم عنده شغل على الموقع، في منهم عنده خبره كبيره جدا في المجال اكتر منك. هيجي واحد يقول لك طب ده معناه كده ان انا ما قداميش فرصه خالص؟ بالعقل كده اي واحد ابتدى على الابورك وشغال ووصل ريت عالي هو حرفيا كان ليه يوم برضه كان اول يوم ليه، فايا كان الوقت اللي انت بتبتدي فيه انت برضه ليك فرصه. لان الكفر ليتر هي مهمتها حاجه واحده بس، ان انت تبين للعميل اللي قدامك ان هو مش بيرمي فلوسه في الارض، وان هو هياخد اعلى قيمه مقابل الفلوس اللي هو بيدفعها، بغض النظر بقى انت اشتغلت في الموقع قبل كده او لا. زي ما انت شايف دلوقتي قدامك على الشاشه احنا اتبقى لنا حرفيا 2764 وظيفه. لو انت مش عارف انا ليه اخترت انتري ليفل وانترميديت وسبت اكسبرت، او ليه مش عارف انا اخترت دول وسبت ديت والكلام ده كله، ارجع اتفرج على الفيديو اللي فات لان انا شارح الكلام ده كله بالتفصيل. لو انت عندك لسه في حاجه عايز تسال عليها برده ممكن تكتب لي تحت في الكومنتس لو انا مش شارحها في الفيديو اللي فات. احنا دلوقتي قدامنا زي الوظائف اللي هي قدامك دي دلوقتي، فانا عجبتني ديت فهخش اشوفها. طبعا انا شرحت الفيديو اللي فات برضو انا هختارها بناء على ايه وبناء على الريت وكم واحد مقدم والكلام ده كله. هيجي واحد يجي يقول لك انا فضلت اتفرجت على الفيديو اللي فات ولقيت ان انت الشغلانه اللي انت بتشتغل فيها دلوقتي ديت اللي مش هي نفس الشغلانه بتاعت المره اللي فاتت. هقول لك لان طبيعي جدا الفيديو اللي فات من بدري، فبالتالي الشغلانه اللي انا كنت بشتغل عليها هي اوريدي خلاص حد اشتغلها وراحت، فانا هكمل على الشغلانه ديت بس هي نفس الفكره، انت هي نفس الخطوات اللي انت بتعملها على اي شغلانه انت عايزها. اول حاجه المفروض تركز فيها بقى هي الجوب ديسكربشن بتاع الشغلانه ديت. ليه بقى؟ لان هي دي حرفيا العميل بيبقى عايز يعرف انت فعلا قريت الكلام دوت ولا لا، وهي دي اللي انت هتكتب على اساسها الكفر ليتر. هو هنا اول حاجه بيقول لك هلو وي ران يوتيوب شانل اباوت فيكلز ماشينز اند تكنولوجي. هو عامل يوتيوب شانل عن الفيكلز العربيات والايه والمكن والتكنولوجي، واحنا بندور على حد يساعدنا في ايه في الشانل بتاعي. something similar to this. هو طبعا بيقول لك عايز حاجه شبه الحاجات ديت، فهو يعني بيديلك امثله عشان ما دماغك ما تروحش لبعيد، يبقى هو على الاقل انت فاهم هو ايه هو الستايل اللي هو بيدور عليه. بيقول لك احنا هنديلك ايه؟ احنا هنديلك السكريبت اللي هو الكلام، وهنديلك الفويس اوفر واحد بيقوله. انت بقى اللي هتبقى مطلوب ان انت تجيب كل الصور وتجيب كل الفيديوهات من ايه؟ من على اليوتيوب. بس طبيعي جدا انت تبقى عامل حساب كان حقوق الملكيه والكلام ده كله. بيقول لك طول الفيديو هيبقى حوالي من 10 ل 12 دقيقه. if you're interested let me know and I will send you some samples of the types of the video we are looking for and you can let me know if you can do it. وبيقول لك انت لو مهتم فعلا بالشغل ديت يا ريت ابعت لي وانا هبعت لك سامبلز من الحاجات اللي انا بشتغلها واللي انا اقول لك ايه ابدا يلا جرب على الحاجات ديت. عايز طبعا بيسال عليك اللي انت هل انت عندك سبسكريبشن للمواقع اللي هي فيها الستوك فوتج وفيها الصور والحاجات دي اللي انت هتشتغل بيها للفيديو. او بيقول لك هنا في الاخر خالص هنا بيقول لك لو انت عملت قبل كده فيديوهات لليوتيوب يا ريت تحط لي ايه سامبلز للشغل بتاعك. عايز اقول لك بقى لو انت فعلا ما عندكش قبل كده سامبلز للشغل قبل كده اعمل نفسك ما قريتش السطر دوت، قدم على الشغلانه عادي جدا ومفيش اي مشكله. لو انت عندك حط له لينكات وساعتها تبقى حاجه كويسه جدا في الكفر ليتر بتاعتك. طيب تمام. هو بيقول لك انا عايز التيرن اراوند تايم دوت اللي هو ميعاد التسليم يكون في خلال 24 ساعه من ان هو يعني بعت لك الفيديو بعد 24 ساعه تكون انت سلمت له ايه الفيديو النهائي. تمام ماشي. بيقول لك عايز يعرف سعرك مقابل ايه الفيديو دوت. المهم في حاجه بقى دي حاجه كويسه جدا الناس هنا خليني اخد بالي منها. هنا بيقول لك انا عايز اعرف سعرك بناء للشغلانه ديت. طب في حد يقول لك طب ما هو كاتب 1000 اهو، اقول لك ايوه مفيش مشكله. هو بيبقى كاتب معظم الناس بيبقوا كاتبين السعر وما عندهمش اي مشكله، هو ده السعر الفعلي اللي هو ناوي يشتغل بيه. بس انت بتحس ان السعر مش منطقي على الحاجه اللي هو طالبها، او ممكن يبقى كاتب اي سعر وخلاص وبعد كده حابب يتفاوض معاك وساعتها هيبقى كاتب كل الكلام دوت في الجوب ديسكربشن. طيب تمام. انت عارف طبعا انا اخترت ليه انترميديت وطبعا كنت بتاع الحاجات دي كلها كنت شارحها الفيديو اللي فات. هنا بقى بيقول لك البروبوزل من 10 ل 15. هيجي واحد يقول لك طب ده حلو، اقول لك ايوه كويس بس خد بالك برضه هو باعت انفايت ل 31 واحد وعامل انترفيو لثلاثه وفي 25 واحد ما ردوش على الانفايت بتاعته. بس في حاجه عايزه تركز فيها ودي تركايه برضه تعرفها. هو بص بقى له قد ايه لسه فاتح الموقع من 19 دقيقه بالظبط. ده معناه كده اللي هو لسه ما لقاش الشخص اللي هو بيدور عليه، فده معناه برضه ان انت قدامك فرصه ان انت تقدم وتبقى ايه
تاخد الشغلانه ديت. انما هو مثلا لو بقاله 3 ايام 4 ايام فده معناه ان هو اكيد اشتغل مع حد. يلا دلوقتي بقى هنعمل ابلاي ناو. بس قبل ما نعمل ابلاي ناو في حاجه صغيره جدا او تعتبر تركايه كده انا عايزك تاخد بالك منها. معظم الناس لما بتيجي تبدا الكفر ليتر بتبدا تقول هاي سير او دير سير اللي هو اهلا سيد. التركايه بقى هي ان الموقع حرفيا ما بيدكش اي معلومات عن العميل غير المكان اللي هو ساكن فيه عشان يعرفك الوقت اللي هو فيه دلوقتي. بس في حاجه تانية انت ممكن تعرفها زي ما بتقول كده ايه، بتخش من الباب اللي ورا، وهي ان انت تعرف اسمه. ازاي بقى؟ عن طريق ان انت تنزل تحت خالص وهتلاقي اكيد واحد من الناس اللي كاتبين له فيدباك ذكر اسمه. زي ما انت العميل بيديلك فيدباك بعد ما تخلص الشغل انت برضه بتديله فيدباك، وهتلاقي واحد من الناس اللي هم كاتبين له فيدباك قبل كده قال له شكرا يا استاذ كذا. مهمتك بقى في الحته دي قبل ما تعمل ابلاي ان انت تعرف اسمه هو ايه، لان دي هتفيدك جدا وهقول لك ليه دلوقتي. فتعالى بس ننزل اهو. ايه قدامنا اللي هو اسمه باتريك. طب تمام، احنا كده عرفنا اللي هو اسمه باتريك. حلو، يلا بينا بقى ايه نقدم على الشغل عشان اقول لك بقى ايه الثلاث طرق. هنا بقى اول حاجه بيقول لك ايه جنرال بروفايل. يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ دلوقتي كان في مشكله عند ناس كتير جدا ان هي لما بتيجي تعمل بروفايل على الاب وورك هو بيعرف يشتغل مثلا في الجرافيك ديزاين، بس في نفس الوقت برضه هو كويس جدا في الفيديو اديتنج، فيبدا يحتار انا دلوقتي هل اشتغل في الجرافيك ديزاين ولا اشتغل في الفيديو اديتنج. فاب وورك حل لك المشكله ديت، قال لك بدل ما تعمل 2 اكونت كل واحد لحاجه معينه، قال لك لا انت هتعمل اكونت واحد وهنعمل بروفايل جواه لكل حاجه انت عايزها. يعني البروفايل بتاع الفيديو اديتنج هيبقى لوحده والبروفايل بتاع الجرافيك ديزاين هيبقى لوحده. ولما بتيجي تقدم على وظيفه ما بيشوفش اي حاجه ليها علاقه بالمجال التاني، بيشوف كل حاجه ليها علاقه بالمجال دوت. لما تيجي تقدم هنا بيقول لك ايه الجنرال بروفايل اللي هو البروفايل العام اللي هو فيه الاثنين، ولا عايز بتاع الفيديو اديتنج. وانا عشان ما عنديش غير الفيديو اديتنج دلوقتي فبالتالي ما عنديش اي مشكله، هو كده كده الاثنين واحد. انما لو عندي اكتر من واحد فكنت هختار واحد، والعميل لما يجي يشوفه البروفايل دوت هيبين له الحاجات بتاعت الفيديو اديتنج بس. وخد بالك لو انت عملت لو عملت 2 اكونت مختلفين اب وورك هيقفل لك الاثنين عشان هو اصلا اوريدي حللها لك. يعني هو بيقول لك دلوقتي انت باكونت واحد تقدر تعمل اكتر من بروفايل. طبعا الكلام ده كله انا شرحته المره اللي فاتت، ودي الجوب ديسكربشن هو بيعيد لك عليها تاني. التيرمز المايلستون انا شرحتها قبل كده، والباي بروجكت دي برده ايه هي. تمام، انا ماشيها باي بروجكت. هو طبعا هيجي يقول لك ان هالف، هو عارف ان انا هنا اقول له ايه 1000 وبعد كده اقول له تحت اصلا في الكفر ليتر بتاعتي انا اصلا هاخد منك كام. يعني انا مش ناوي اخد منه 1000. وليه؟ لان اقول لك دلوقتي احنا بعد ما نتفق انا والعميل في المسجز ما بيننا وكده احنا خلاص، بس قلت له مثلا هاخد مثلا $100 مثلا في الفيديو. لما يجي يعمل العقد بقى هيبدا يحط كل حاجه انتوا اتفقتوا فيها، هيبدا يحط بقى $100. يعني ما تجيش تقول ايه ده طب انا حطيت له 1000، هو ينفع دلوقتي احط له 1000 وبعد كده اقول له على السعر؟ طب العقد هيبقى ماشي ازاي؟ العميل كده كده هو لما بيجي يعمل العقد بيكتب كل حاجه وبيعمل كل حاجه انتوا اتفقتوا عليها. ولو انتوا عمل حاجه مختلفه عن اللي انتوا اتفقتوا عليها ارفض الاوفر وقول له ان انت في حاجه مختلفه عدلها قبل ما اقبل الاوفر بتاعك. او ممكن تكتب تقول له على طول يعني بسهوله هاجي اعمل كده، اوكي خلاص. بدل ما انت عايز لسه هتعرفه انت ممكن من دلوقتي خلاص تقول له السعر بتاعي كام. السعر هنا مثلا بتاعي $100 في الفيديو دوت، فانا هسيبه لك. في حاجه بقى ايه، هو دلوقتي العميل ده كان بيدور على حاجه لونج تيرم. يعني ايه؟ يعني حد يشتغل معايا على المدى الطويل. فالديوريشن اللي انت تشتغلها يكتبها هنا مور ذان 6 مانثس، اللي انا بقول لك يعني اللي انا هيبقى متاح اكتر من 6 شهور معاك. يلا بينا بقى الكفر ليتر، وهقول لك دلوقتي على ال3 طرق اللي انت تمشي بيهم. طب عايز اقول لكم يا جماعه ان انا كنت لسه عارف الطريقه ديت، حته اللي انت تشد دي لتحت، لان انا كنت بفضل قاعد محشور كده في حته في النص ومش شايف، فكان بالنسبه لي اكتشاف بصراحه ان انا اشد دي لتحت وابدا اشوف الكفر ليتر كلها. يلا بينا بقى الطريقه الاولانيه. اول طريقه هي حرفيا ان انا بقسم الكفر ليتر بتاعتي عباره عن سيكشنز. السيكشن الاولاني انا بتكلم فيه ان انا ادي ثقه للعميل بتاعي اللي هو يختارني انا ما يختارش غيري، عن طريق بقى ان انا اقول له ان انا بقالي 4 سنين او 5 سنين خبره في المجال ايا كان عدد السنين الخبره بتاعتك، عن طريق بقى ان انت تبين له ان انت قريت الجوب ديسكربشن بتاعته كلها وتفهمه وتبين له ان انت فعلا فاهم الكلام اللي هو بيتكلم فيه وانت عارف هو عايز ايه كمان، كل الكلام دوت. ده كده اول سيكشن. تاني سيكشن بقى دوت هو حرفيا ان انت تحط له حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعه. يعني مثلا تنصحه بحاجه، توري له حاجه، انت تبين ان انت فاهم في الشغل بتاعه وتبين له ان انت فعلا هتعرف تعمل الشغلانه ديت. بس خد بالك بقى من حاجه، يعني هنا هو كان كاتب لك حاجات هو عايزها شبه الكلام ده كله. في ناس ممكن تكتب لك اللينك بتاع البروفايل بتاعها، يعني تقول لك بس انا هو دوت موقع الشركه بتاعتي، فانت تخش عنده وتشوف الحاجات اللي هو محتاج يغيرها وتروح جاي كاتب له على فكره انا دخلت الموقع بتاعك ولقيت ان انت محتاج تغير 1 2 3 وانا ممكن هساعدك في الكلام دوت لو دوت ليه علاقه بالشغل بتاعك. يعني انا مثلا هنا لو كان كتب لي اللي انا الشانل بتاعتي اسمها 1 2 3 كنت اخش على الشانل بتاعته واجي اقول له والله العظيم وعندك غلطه كده غلطه كده غلطه كده وانا هساعدك ايه في الفيديوهات اللي جايه ان انا ايه احسنها لك. فهو كده اخد باله ان انا دخلت بصيت وعارف انا بعمل ايه. السكشن اللي انت تلاقي نفسك مش هتعرف تعمله فوته، لان مش كل الشغلانات شبه بعضها. في شغلانات هتلاقيه كاتب لك الحاجات امثله للشغل بتاعه، في شغلات تانية مش هيبقى كاتب لك. تالت حاجه بقى هي عباره عن امثله للشغل بتاعك. لو انت عندك شغل قبل كده اشتغلته يا ريت تحطه له باللينكات.
ينفع تحط لينكات عادي جدا في الكفر ليتر، ابورك مفيش اي مشكله للموضوع دوت. بس هنا في حاجه بقى، الاول اللي انا احط له اول ناس هو ناس ليها علاقه بالشغل بتاعه او شبه الستايل اللي هو بيدور عليه. يعني مثلا لو انت جرافيك ديزاينر وواحد عايز مثلا حاجات لمطعم اكل، فمش من المنطقي اللي انت تحط له الشغل للعربيات. هو ممكن تحطه له بس مش اول حاجه، يعني اول حاجه تحطها له شغل ليك شبه حاجات الاكل، يعني شغل مثلا عملته المطعم قبل كده، عملته الفود ديليفري اب ايا كان، بس تكون حاجه ليها علاقه بالشغل اللي انت بتقدم له. هيجي واحد دلوقتي يقول لك طب انا دلوقتي ما عنديش اي شغل قبل كده. هقول لك لو انت ما اشتغلتش لحد قبل كده يا ريت تحط له شغل انت تكون حتى عامله لنفسك، اللي انت كنت بتتعلم فيه، اللي انت كنت بتجرب فيه، الكلام ده كله. الفكره في الاول وفي الاخر من الحته دي اللي انت تبين للعميل اللي انت كل الكلام اللي انت كاتبه دوت انت مطبقه على ارض الواقع، وهو مثال على شغلي. هيجي واحد تاني بقى يقول لك طب انا اصلا ما عنديش شغل قبل كده، ما اشتغلتش حاجه قبل كده بايدي. اقول لك يفضل ان انت تروح تعمل حاجه بنفسك حتى لو مش لحد، تدور على النت وتجيب ماتيريال وتشتغل عليها انت وتجرب، بحيث انت تبقى عندك حاجه تعمل بيها. طيب ما عندكش، هقول لك فوت السكشن دوت وخش على السكشن اللي بعده. في حاجه عايز ازودها في الحته بتاعت الامثله بتاعت الشغل بتاعك، لو انت اشتغلت مع ناس معروفه او شركات معروفه دي اضافه كبيره جدا للشغل بتاعك. رابع حاجه بقى، انت هتعمل ايه في الوظيفه بتاعته. لو انت جرافيك ديزاينر فانا هحافظ مثلا على البراند مثلا مسج، الكلام ده كله اكتب له كل حاجه انت ناوي تعملها او فصصها له كده، بس ما تبقاش اللي هو التفاصيل اللي هي القليله قوي دي، لا فكك منها. انا قصدي يعني اللي هو اكتب له اوت لاين كده ايه هي الحاجات اللي انت هتعملها. خامس سيكشن بقى هو انت بتتكلم عن نفسك انت كشخص، بتقول مثلا انا والله العظيم فضل وبعمل واحد وفيا واحد واثنين وثلاثه. بس هنا بقى عايز اقول حاجه، انت بتتكلم عن نفسك مش بتقول له ان انا بحب العب كوره، بحب انزل اتمشى الصبح. محدش مهتم ومحدش عايز يعرف الكلام ده كله، ولا هو اكيد هيبقى مهتم بحاجه شبه ديت. انت هنا بتوجه او بتسلط الضوء على المميزات اللي فيك اللي ليها علاقه بالشغل. يعني ايه؟ هتقول مثلا ان انا على طول بميت الديدلاينز، بقدم الشغل بتاعي كله قبل الديدلاينز، ان انا تيم بلاير، اللي انا بعرف اتواصل مع الفريق، الكلام ده كله، اللي انا سريع في الشغل، الكلام ده كله، كل المميزات اللي فيك اللي ليها علاقه بالشغل. سادس حاجه بقى دي انا هسيبها لك لحد اخر جزء في الكفر ليتر، مش هقولها لك دلوقتي لان دي حاجه كده انا حاططها زياده، ودي عايز اقول لك بتفرق معايا بطريقه انت مش متخيلها. احنا قلنا اول جزء اللي انا هدي ثقه للعميل، صح؟ فانا دلوقتي عن طريق اللي انا اقول له اللي انا عندي عدد سنين خبره، واللي انا قريت الجوب ديسكربشن بتاعك والكلام ده كله، تمام. يلا بينا نشوف دلوقتي هنعمل كده الكلام ده ازاي. طبعا مش هقول له بقى هلو سير او دير سير او الكلام ده كله، لو هو مش انت ما عرفتش اسمه ساعتها اكتب له كده مفيش اي مشكله، او اكتب هاي على طول، مش لازم تقول له هاي سير ديت، يعني بصراحه ما بستلطفهاش. فلو انت عارف اسمه فدي حاجه هتفيدك جدا. ليه بقى؟ لان انا قلت لك دلوقتي حاجه من الاثنين، اول حاجه بتبين ان انت عملت الواجب بتاعك. يعني ايه؟ يعني بتبين ان انت دورت فعلا في الفيدباك بتاعته، وهو هيستغرب اصلا انت جبت اسمه منين، فدي حاجه هتفيدك جدا. تاني حاجه، الناس بتحب تسمع اسمها، فانت لما بتكتب له اسمه هو اول حاجه، دي حاجه بتلقط معاه جدا، وبتبدا بقى في كونكشنز ما بينك وما بينه، بتخليه حابب ان هو يتواصل معاك. طيب هل ابدا بقى في الكفر ليتر على طول؟ هقول لك لا، برضه في حاجه، دي برضه تركيه عايزك تعملها. التركيه دي بقى هي عباره عن ان انت تحط له اي حاجه لونها احمر، سواء بقى كان علامه الستوب ديت او قلب او ايا كان. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان معروف ان اللون الاحمر هو بيشد الانتباه في اي وقت او في اي مكان. لان انت لو خدت بالك ان اي ابلكيشن انت بتخش عليه بتلاقي دايما لون النوتيفيكيشن او لون الرسائل او اي حاجه عايزك تاخد بالك منها بيبقى لونها احمر عشان يشد انتباهك ليها. فاحنا حاطين دلوقتي اي حاجه لونها احمر عشان العميل بيعمل سكرول كده وهو بيتفرج على الكفر ليترز يبص يلاقي حاجه تشد انتباهه. هل المفروض برضو ادخل على الكفر ليتر على طول؟ هقول له لا، هقول له دلوقتي انا هكتب له حاجه، لان معروف دلوقتي العميل بيشوف اول سطرين ثلاثه كده بس من الكفر ليتر، فانا عايز اكتب له حاجه كده تشده اللي هو يتفرج على الكفر ليتر بتاعتي ويبدا يشوفها. فهكتب له هوك كده بحيث اللي هو يتشد ليها يعني. فهقول له مثلا وميزات بقى اللي انت يكون عندك جرامري، على فكره يا جماعه، اللي انت يكون هو بيصلح لك كل حاجه انت بتكتبها، وانا قلتها قبل كده مش فاكر قلتها في الفيديو بتاع اللي انا ازاي تكتب البايو، اللي انت ما يكونش عندك اخطاء املائيه في الكفر ليتر بتاعتك، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب تمام، انا عايز اكتبها كابيتال عشان برضو اشده. ننزل سطرين، نبدا بقى اول حاجه، اول جزء قلت لك عليه هو اللي انا ادي ثقه للعميل، صح ولا مش صح؟ فهبدا اكتب له. يلا بينا، زي ما انت شايف دلوقتي قدامك هو دوت بالنسبه لي اول جزء انا قلت له عليه اللي انا بدي بيه ثقه للعميل اكتر، اللي هو انا قريت الشغلانه بتاعتك وانا شايف ان انا افضل واحد للشغلانه ديت، عندي اكتر من 4 سنين خبره في الفيديو اديتنج، انا واثق ان السكيلز بتاعتي والاكسبرتيز بتاعتي هتخليني سترونج كانديديت، يعني مرشح كويس جدا للوظيفه ديت، وانا برضو عندي باشنت او اللي انا شغوف اكتر برضو بالعربيات والتكنولوجي. طيب تمام، يعني كده بقى نخش على تاني حاجه. لو انت عندك حاجه انت تقدر تقولها له نصيحه مثلا تفيده جدا في الشغل بتاعه، فدي حاجه برده هتقوي جدا الكفر ليتر بتاعتك. بس انا مثلا بصيت على الجوب ديسكربشن بتاعه لقيت ان انا مفيش حاجه اقدر اقولها له هنا دلوقتي، بس ممكن اقول له ان انا اعرف اعمل ستوري تيلينج والكلام ده كله. فتيجي دلوقتي نبص هنقول
ان اديشن تو ماي تكنيكال سكيلز، بالاضافه للسكيلز التكنيكال بتاعتي، انا برضو انا كريتيف جدا وديتيل اورينتد، اللي انا بهتم جدا بالتفاصيل وباخد كشغلي على محمل الجد، وبقدم شغل بمستوى عالي جدا. تمام. وانا فاهم جدا الامبورتنس او الاهميه بتاعت الستوري تيلينج، اللي انا اوصل القصه او اللي انا اخلي الفيديو انجيجنج والكلام ده كله، عشان اعمل فيديوز انجيجنج تبقى ليها علاقه مع الجمهور اللي بيتفرج عليك. طب بالنسبه لي بقى، يلا بينا تالت حاجه، هي اللي انت توري له امثله على الشغل بتاعك. فتيجي تقول له مثلا اوف، تمام اهو، ايا كان، مش ما تقولوش طبعا ورك 1، لا حط له اللينكس بتاعك على طول، او اكتب له مثلا اسم الشركه، او اكتب له اسم البروجكت اللي انت كنت شغال عليه بدل ورك 1. انا هكتب لك هنا هاشتاج عشان تعرف بس ان ان انا قصدي ان انت تقول له اسم الشغلانه الاولانيه. تمام. وبعد كده تخش له هنا، ولو انت تقدر تكتب له تحتيها كام حاجه بسيطه جدا كده عن الشغلانه، وتقول له انت عملت فيها ايه والكلام ده كله، دي حاجه هتبقى اضافه جدا ليك. تكتب في الحته دي كده قدامك هنا بدل الزيز اللي انا عاملها ديت، ان انت ايه هي الحاجات اللي انت ضفتها في الشغل دوت، او فكرت فيه ازاي، او عملت فيه ايه والكلام ده كله. دي حاجه هتقوي جدا الكفر ليتر بتاعتك. ولو انت ما عندكش اي سامبلز لشغل ناس حقيقيين، وري له شغل انت اشتغلته قبل كده حتى لنفسك، البروجكت اللي انت كنت بتتعلم فيها. طب هتيجي تقول لي انا ما كانش عندي حاجه خالص، هقول لك عدي السكشن دوت ولا كانك شايفه، وخش على السكشن اللي بعده. والسكشن اللي بعده هو انت هتعمل له ايه. يعني انا مثلا بقى دلوقتي انا كفيديو اديتور هكتب له مثلا زي ما انت شايف دلوقتي، مثلا هاجي اقول له والله دي اللي انا هعمل ادجست للرايت اسبيكتس، كاتس اند جامب كاتس، اد تكست اند جرافيك انيميشنز، اد باك جراوند سونج، ريموف باك جراوند نويز ان اوديو، الكلام ده كله. طبعا في حاجات كتير جدا انا كنت بكتبها اصلا، بس انا بقصدي يعني اللي افهمك ان انت تكتب له الحاجات اللي انت هتعملها في الشغل بتاعه، ايا كان الوظيفه او المجال اللي انت هتعمله. لو انت بقى مش عارف لسه انا هعمل له ايه الكلام ده كله، او مش المجال بتاعي ما يستدعيش اللي انا اقول له انا هعمل ايه، عادي جدا ما تكتبهاش. في حد كان بيسال كده برده تاني وهعيدها، وانا ينفع احط لينكس في الكفر ليتر؟ ينفع تحط لينك في الكفر ليتر عادي جدا، مفيش اي مشكله. ايا كان الموقع اللي انت بتشتغل عليه وبتعرض عليه الشغل بتاعك، ممكن تديهوله، سواء بقى كان دريبل، بيهانس، او ان شاء الله حتى جوجل درايف ودروب بوكس. بس يفضل ان هو ما يكونش حاجه محتاج ان هو ينزلها. يعني ما تقوليش بس هبعت له وي ترانسفير، لان وي ترانسفير ما ينفعش يشوف الشغل من غير ما ينزله، فانت كده هتتعبه على الفاضي. فلا، ركز في الحاجات اللي تعرف تبين الشغل بتاعك. خامس حاجه بقى عنك انت كشخص. يعني ايه؟ يعني اتكلم عنك بقى انت كحاجات انت شايف اللي هي هتفيده هو من الشغل بتاعه. يعني انا مثلا تيم بلاير، انا مثلا بالنسبه لي بميت الديدلاين، ان هو زي ما قلت لك برده، لو طلعت فوق تاخد بالك اللي هو عايز حد يقدم له في 24 ساعه. فانا دلوقتي هركز اكتر ان انا بقدم الشغل بتاعي في تيرن اراوند تايم او وقت قليل جدا. طيب تمام. هتيجي تقول لي دلوقتي هو انت ليه كاتب اللي انت كويس جدا في الانجليش؟ هقول لك ان انا دلوقتي في حاجه، معظم المجالات اللي انت بتيجي تقدم عليها هو مطلوب منك بس يا دوبك اللي انت تعرف تتواصل مع العميل وتفهم هو عايز منك ايه، وتعرف توصل له انت هتعمل له ايه. هو ده بس المطلوب. لو انت ما بتعرفش تعمل كده مفيش اي مشكله، ممكن تخش على جوجل ترانسليشن وتبدا تشتغل عادي جدا، وتبدا تترجم الكلام ده كله وتبعته له وتاخد منه الكلام وتترجمه لنفسك والكلام ده كله، الدنيا بتمشي. طب انت ليه يا فندم كتبت له دلوقتي اللي انت فلوينت في الانجليش؟ هل دي حاجه ضروري انت تكتبها له؟ هقول لك بقى، لان في مجال الفيديو اديتنج بالذات، الشغل اللي هو هيبعته لي هيبعت لك مثلا نص، او هيبعت لك اي حاجه هيبعتها لك بالانجلش، والفيديوز اللي هو هيبعتها لك بالانجلش، الناس اللي بتتكلم هيبعتها لك بالانجلش. فبالتالي مهم جدا انا بالنسبه لي مثلا في المجال دوت اللي انت اصلا تكون تعرف تتكلم كويس جدا. يعني انا بتكلم على الفيديو اديتنج بس، لان الموضوع فيه بيتعدى موضوع ان انت تعرف تتكلم مع العميل وتفهم بس منه الكلام، لا الموضوع بيتكلم بقى بيوصل لحته الشغل ذات نفسه اصلا بالانجلش، غير مثلا حاجات مثلا شبه مثلا الجرافيك ديزاينر. فانت دوك بس تعرف متطلبات العميل ايه وتعرف هو عايز ايه، خلاص هتبدا تشتغل انت مع نفسك، وتبدا انت مش محتاج انت تتكلم معاه تاني غير في حاجات بسيطه. انما زي ما قلت لك في الفيديو اديتنج انا محتاج ان انا افهم الشخص اللي بيتكلم في الفيديو ده اصلا بيقول ايه، عشان اعرف اعمل الايديت اللي هو عايزه على الفيديو. فزي ما قلت لك ما تخليش الموضوع يخوفك او يقلقك اللي هو كاتب هو ليه محتاج انجلش والكلام ده كله. الموضوع مش مستاهل الخضه اللي انت فيها ديت. الموضوع ابسط، اقسم بالله ابسط بكتير جدا. واعرف ناس بيتكلموا عربي مكسر، يعني حتى اللغه الاولانيه بيتكلموها مكسر ومع ذلك شغالين عادي جدا. نيجي بقى للجزء الاخير خالص، وده حرفيا انا ما بقولوش لاي حد، ودي حاجه انا بعملها من زمان جدا، وعايز اقول لك ان دي حرفيا بتنفع معايا بطريقه انت مش متخيلها. وهي ان انا اكتب له كلمتين في الاخر كده، اقول له اللي هو هل انت فعلا عايز تضيع فلوسك على حد لمجرد ان هو ادالك احسن سعر مش احسن كواليتي او احسن شغل؟ فاللي هو ابدا اشككه في الاختيارات بتاعته، وابدا اللي هو اتعامل معاه مبدا اللي هو انت هتضيع من ايدك فرصه دلوقتي. ودي حاجه ببقى حابب ان انا اوصلها له في الكفر ليتر. فتعالى مثلا نشوف هقولها له ازاي. هنا بقول له باي ذا واي باتريك، طبعا كتبت اسمه تاني برضه عشان اخلي الموضوع فريندلي اكتر. بقول له انا عارف ان انت بيجي لك عروض اقل كتير جدا، بس هل انت فعلا مستعد تدفع فلوسك في حاجات في لمجرد ان واحد جاب لك ارخص سعر، مش اللي هو يكون احسن اديتور؟ انا بضمن لك ان انا ان شاء الله مش هخليك تندم على الشغل دوت، ومستني ان انا اشتغل معاك لمدى طويل. تمام. في حاجه برضه عايزك تزودها، حته اللي انت ما اشتغلتش قبل كده على الموقع، فقول له اللي انت ما اشتغلتش قبل كده على الموقع عشان كده انت ما عندكش فيدباك، بس انت اشتغلت قبل كده بره، وعشان كده انت حابب ان انت تديله ممكن سعر احسن والكلام ده كله. يعني انت تقول له طيب
انا دلوقتي قلت له هنا ايه في الاخر الكلام دوت لو هو مدي لك اصلا السعر اللي هو عايز بالشغل. بس هنا خد بالك بقى من حاجه، ان احنا لما طلعنا فوق هو اصلا كان بيسالك على كذا حاجه. هو كان بيسالك هاف يو جات سبسكريبشن تو انفيدو او اي ويب سايت. في عملاء كتير جدا هتلاقيهم بقى في الجوب ديسكربشن بيسالك على كذا حاجه، رد عليهم بالترتيب ورد على كل واحده لوحدها، بحيث ان هو ايه يبقى فاهم ويبقى قاري الكلام ده كله. بص هقول answering your question بالاجابه على سؤالك. طيب الحاجه الثانيه بقى هو اللي هو بيقول لك انا عايز اعرف السعر الفيديو دوت هيبقى عامل كام. في واحد هنا بقى ممكن يقول له حرفيا السعر بتاعي كذا، وده يفضل مفيش اي مشكله انت تقول له، بحيث ان انت تبقى على ميه بيضاء زي كده معاه من الاول. بس انا واحد مثلا من الناس بحب ان انا اخد الخطوه اللي بعدها، وان انا ايه اضمن ان هو يتكلم معايا. تمام، اللي انا اقوله مثلا فايه رايك نحب نتكلم الاول وبعد كده نبقى نتفق على حاجه مع بعض. دي حاجه تضمن ان هو تاخده الخطوه اللي بعدها اللي هو يخش يتكلم معاك. قلت له دلوقتي ان انت لو سالت اي حد من الناس اللي انا اشتغلت معاهم قبل كده هم هيقولوا لك ان انا مش بهتم بالفلوس والكلام ده كله. واحد هيجي يقول لك ايه طب ما انا ما اشتغلتش مع حد قبل كده، عايز اقول لك ان هو اللي هيخش يسال، ما هو طبيعي مش هيخش يسال. ولو حتى انت اشتغلت مع حد قبل كده ما هيوصل لهم ازاي اصلا. بس انا بوصل له احساس ان انا فعلا الفلوس مش مهتم بيها. ويبقى احنا كده خلصنا الكفر ليتر بتاعتنا، ودي هنا الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه دي وتعتبر حرفيا طريقه سهله جدا جدا جدا، عن طريق ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي هو يكتب لك الكفر ليتر بتاعتك. الذكاء الاصطناعي شبه ايه؟ مثلا شبه اوبن اي اي اللي هو شات جي بي تي 3. هو كده كده اصلا مجاني، كل اللي عليك بس انت تخش تعمل ساين اب عليه، وبعد كده تخلي الشات جي بي تي هو اللي يكتب لك الكفر ليتر بتاعتك كلها. طيب يلا بينا نشوف مثلا ايه. تعال انا دلوقتي اهو فتحت قدامك الشات جي بي تي وهقول له ايه فيديو. طبعا انا قلت له دلوقتي ان انا فيديو ايديتور. لو انت بقى جرافيك ديزاينر قول له ان انت جرافيك ديزاينر، لو انت سوفت وير ديفلوبر اكتب له سوفت وير ديفلوبر. بص بقى قدامك اهو دلوقتي دير كلاينت. طبعا كلاينت دي هتشيلها وتكتب اسم الشخص اللي انا قلت لك عليه، وزي برده ايه تحط العلامه والكلام ده كله. I'm writing to express my interest in video editing position you have advertised اللي انت عرضته. تمام، انا واثق في القدرات بتاعتي اللي انا هقدر اعملها والسكيلز بتاعتي والاكسبرتيز بتاعتي والشغل بتاعي. انا عندي اكسبيرينس عالي في الفيديو اديتنج، انا اشتغلت مع ناس كتير جدا في بروجكت كتير جدا خلال حياتي. الاكسبرتيز بتاعتي او خبرتي ليها علاقه بان انا اخد الرا فوتج اللي انا اخد صور الفيديوز بتاعتك، واللي انا ايه اظبطها لك بحيث ان انا ادي لك برودكت يعدي الاكسبكتيشن يعدي التوقعات بتاعتك. انا بستخدم سوفت ويرز كتيره جدا زي مثلا بريمير برو، فاينل كات برو، اند ميديا كومبوزر. طبعا الكلام ده كله فكك من الحته ديت اللي هي بتاعت اللي انا بشتغل بكذا او كذا او كذا. انت ممكن تقول له الحاجه الوحيده بس اللي بتشتغل بيها. انا ما اشتغلتش مثلا بفاينل كات برو فبالتالي مش هكتبها. ان اديشن تو تكنيكال سكيلز، طبعا بالاضافه للتكنيكال سكيلز انا برده كريتيف جدا وبحب ان انا اكتشف طرق جديده جدا اللي انا احكي بيها قصه في الفيديو. طبعا بحط اليمنتس كتير جدا وعناصر كتير جدا في الفيديو شبه ايه؟ شبه ميوزك، ساوند افكتس، فيجوال افكتس. I take pride in my attention to detail. انا يعني اللي هو بهتم جدا بالتفاصيل. طبعا بشتغل تحت ديدلاين والكلام ده كله بقدم، وواثق جدا ان انا هقدم لك شغل انا هيعدي التوقعات اللي انت مستنيها كله. طبعا لما هو بقول له شكرا وايه وكونسيدر الابلكيشن بتاعي. طيب دي كده تعتبر الطريقه الثانيه. الفكره بقى في ايه؟ هيجي واحد يقول لك دلوقتي طب كده اي حد ممكن يعملها. هقول لك هو فعلا اي حد بيعملها. عايز اقول لك ان الهنود خاربين الطريقه دي حرفيا. فالطريقه دي تعتبر علميه شويه ومالهاش علاقه قوي بالشغلانه اللي انت مقدمها. تمام، فاحنا هنزود عليها كام حاجه بسيطه جدا، وهي حرفيا الطريقه الثالثه بتاعتنا. والطريقه الثالثه هي عباره عن ان احنا هنستخدم برضه تشات جي بي تي عن طريق ان انا اخد الجوب ديسكربشن ذات نفسها اللي انا كنت عايزها اهي، مش هو كاتب دي، واخش على شات جي بي تي واقول له اكتب لي كفر ليتر للشغلانه ديت. اقول له بص اهو انا فيديو اديتور وعايزك تكتب لي كفر ليتر للشغلانه دي. طبعا هتعمل علامه تنصيص عشان يبقى فاهم هو هنا بيتكلم عن انهي شغلانه او الشغلانه بتبدا منين، وتعمل بقى كنترول بي اهو وتعمل ايه وتقفل على التنصيص بتوعك. يبقى هو كده فاهم ان هي دي الشغلانه اللي انت بتقدم عليها اهي. يلا بينا دير هاير مانجر. طبعا فكك من كلمه هاير مانجر وحط ايه اسم الشخص. هو هنا خدت بالك بقى ان هو دي تفرق عن دي بكتير جدا. هسيبه يكمل وبعد كده اقول لك الفرق. طبعا انت خدت بالك الفرق فظيع ما بين الاثنين. دي حرفيا كده تعتبر عامه قوي، بس عايز اقول لك ان هي برده ممكن تنفع من واحد ما بين 20 30 واحد. بس ديت حرفيا تعتبر بروفيشنال اكتر وديتيلد وليها علاقه اكتر بالشغل اللي انت بتقدم عليه. فاول حاجه زي ما قلت لك تبقى تدير وتكتب له باتريك او ايا كان الشخص اللي انت بتقدم عليه. تمام، وتقول له بص انا اكسايتد جدا ان انا اقدم على البوزيشن بتاعك دوت بخصوص اليوتيوب شانل بتاعتك اللي هي ليها علاقه بالفيكلز والماشينز والتكنولوجيا. طبعا خدت بالك هو قد ايه واخد من الجوب ديسكربشن اللي انت مديهوله وايه ومظبط عليها الكفر ليتر. تمام، هنا بيقول له ان انا عندي اكسبيرينس كفيديو اديتور، انا عندي فاهم جدا في التكنيكال اسبيكتس بتاعت الفيديو برودكشن والكلام ده كله. وطبعا برضه محتاج تظبط حته اللي انت ايه مش انت بتشتغل بادوبي بريمير برو فهشيل فاينل كات برو
تمام. فبالتالي انا مش محتاج ان انا اكتبها، فبرضه خد بالك ان انت في حاجات كده تضطر برضه ان انت ايه تظبطها. تمام. انا عندي دلوقتي ايه كين اي، يعني بدي عيني بتجيب التفاصيل كويس جدا وللستوري تيلينج والكلام ده كله. وهاخد الفيديو سكريبت بتاعك والفويس اوفر. طبعا اللي فوق خالص دوت ما كانش يعرف اصلا ان الشخص دوت عايز فويس اوفر، مش هيديلك فيديو، لا هو هيديلك بس صوت ونص وانت ايه تبدا تتكلم عليه. انما دوت دلوقتي عشان اديله الجوب ديسكربشن ففهم ان الشخص قدامي دوت مش هيديني حاجه، فبالتالي بيكتب كفر ليتر على الاساس دوت. ويقول لك طبعا انا ما عنديش اي مشكله ان انا هنزل كل الفوتج كلها اللي انت عايزها من اليوتيوب وعشان احسن الفيديو. وطبعا هنا بيقول لك ايه حط البورتفوليو بتاعك هنا. تمام. طبعا ما بين التنسيق دول بيقول لك حط البورتفوليو بتاعك. I have experience in editing previous various types of videos. انا عندي experience ان انا اعمل فيديوز كتير جدا بروموشن بقى واد ميوزك والكلام ده كله. وهنا بقى بيقول لك في الحته اللي هو اللي العميل كان بيسال ان انت عندك سبسكريبشن في انفيتو ماركت. انفيتو ماركت دوت عباره عن بلاتفورم او ويب سايت كده فيه ستوك فوتج، بحيث ان انت لو عايز تاخد صوره ولا حاجه بتقدر ايه تشترك، وعشان تاخد الصوره دي تبقى ليه حقوق الملكيه اللي تشتغل بيها يعني. فهو بيقولوا انا عندي السبسكريبشن للانفيتو اليمنتس، وانا ما عنديش اي مشكله ان انا ايه اكسس اني اديشنال ريسورسز اللي انا اخش اجيب منه اي حاجه عشان تفيد الفيديو دوت. هنا حتى هو عمل حاجه حلوه، قال لك انا مش هديله السعر. يعني انت خد بالك انت برضه لما قلت له انت ما كتبتلوش على فكره في اللي انت بتقول له ان انا سعري كذا، فهو شات جي بي تي راح جاي مره واحده قال لك ايه انا خلاص طالما انت كده كده مش قايل لي السعر بتاعك، انا هتعامل معاه اللي انا ايه خليك انت تتواصل معاه وتقول له انت بس السعر ما بينك وما بين نفسه. فقال لك ايه بخصوص السعر دي طبعا بتبقى مختلفه على حسب متطلبات الوظيفه والشغل. ايه رايك ان احنا نتكلم في الموضوع دوت بعدين ونتكلم بحيث ان احنا نوصل لارض وسط ما بين احنا الاثنين. فدي حركه حلوه جدا بصراحه. تمام. وشكرا ان انت ايه تكونسيدر الابلكيشن بتاعي، وانا مبسوط جدا وايه مستني جدا ان انا ايه اشتغل معاك نوصل لليوتيوب سكسس ما بيننا وما بين بعض. طب وبعد كده طبعا تحط بيقول لك هنا اهو حط اسمك. فدي كده حرفيا الطريقه الثالثه. وبما ان انت بقى وصلت لاخر الفيديو فحرفيا تعالى بقى اقول لك الطريقه الرابعه. الطريقه الرابعه هي حرفيا عباره عن ميكس ما بين الثلاث طرق اللي فاتوا. يعني انا قلت لك الطريقه الاولانيه وقسمتها لك سيكشنز، وقلت لك الطريقه الثانيه وهي حرفيا بس اللي انا عرفتك اللي انت بتستخدم التول بتاعت شات جي بي تي، والطريقه الثالثه اللي انا خليت شات جي بي تي يبقى سبيسيفيك اكتر او مهتم اكتر بالتفاصيل بتاعت الشغلانه اللي انت مقدم عليها. فتعالى بقى نشوف الطريقه الرابعه. الطريقه الرابعه هي حرفيا هي عباره عن الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه، الطريقه الثالثه، وميكس مع بعض كده بحيث ان هو ايه اوصل للعميل دوت وكل حاجه تبقى مظبوطه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب تمام. انا قلت اول حاجه في الشغل بتاعي دلوقتي، اول حاجه في الكفر ليتر بتاعتي اللي انا عايز ادي ثقه للعميل صح، واللي انا باين له ان انا قريت الشغل بتاعه، فهاخدها هنا من الكفر ليتر بتاعت شات جي بي تي. بص انا هاخد الجزء الاولاني ده كله خالص كده منه واخده زي ما هو بالنسبه لي، هو دوت اللي انا اقدم بيه. زي ما قلت لك هنشيل الجزء بتاع فاينل كات برو. طيب تمام كده احنا ايه اول جزء اللي احنا ندي ثقه للعميل. بس برضه ما ننساش حاجه مهمه، ان احنا كنا قايلين قبل ما ندي ثقه للعميل لازم يبقى ايه يبقى فيه احنا نقول له هاي باتريك. تمام. وزي ما قلت لك برضه ان احنا نبقى نعمل مثلا اي علامه حمراء بحيث ان هي تشد الانتباه، ونيجي نقول نكتب مثلا هوك بسيط زي ما قلت لك اللي هو ايه اي نو هاو. تمام. انا عارف الالجوريزم بتاعت اليوتيوب ماشيه ازاي، فدي كده حاجه يا دوبك ايه تشد العميل بيها. في حاجه بقى لازم برضه تركز فيها جدا، في بعض العملاء بيجوا في اخر الكفر ليتر كده تمام راح جاي كاتب لك تحت لو انت وصلت للسطر ده معناه كده ان انت قريت الكفر ليتر كلها. فقول لي في اول كلمه في الكفر ليتر بتاعتك ايه هو الحيوان اللي انت بتحبه، او اسم الفاكهه اللي انت بتحبها، او اكتب لي الكلمه الفلانيه عشان يفلتر هو من نفسه اول باول. لان هو دلوقتي عايز يضمن ان انت قريت الجوب ديسكربشن بتاعه لحد الاخر. فطالما انت ما قريتش ديت وما كتبتش ديت في اول كفر ليتر ده معناه ان انت ما قريتش الشغل اللي هو عايزه. يعني هتيجي مثلا في السطر الاخير كده يقول لك لو انت قريت الشغلانه ديت اكتب لي كلمه زرافه في اول الكفر ليتر بتاعتك. فانت قبل ما تبدا تروح جاي كاتب له كلمه زرافه وبعد كده تبدا ايه هاي باتريك، وتبدا تكمل الكفر ليتر بتاعتك جدا عادي مفيش اي مشكله. بعد كده تاني حاجه قلنا عليها اللي هي ايه تبدا تديله نصايح او حاجات انت هو هيستفيد بيها في الشغل بتاعه. طيب تمام. انا شايف مثلا اللي هو ايه ديت كفت ووفت بصراحه، مش محتاج ان انا اكتب حاجه تانيه. تمام. لو انت عندك حاجات سبيسيفيك اكتر للشغلانه، يعني هو مثلا لو مديلك لينكات مديلك حاجات للشركه بتاعته الكلام كله، اكتب حاجات تفاصيل جوه الشركه بتاعته. يعني انا هنا كاتب حاجات عاميه شويه لان هو مش مديلي حاجه عنه، انا ما اعرفش حاجه عنه غير اللي هو اسمه باتريك ويدوك عارفها كده. الحاجه الثالثه بقى هي اللي انت تدي امثله لشغلك، وزي ما قلت لك دلوقتي اهوت هنشوف دلوقتي هكتبها ازاي. I have attached my portfolio. بس يا ريت يا جماعه تفصل كده غير برضه عشان يبقى شكلها مور ابيلنج ويبقى سهل قوي اللي هو يقدر يقراها بشكل سريع. تمام. يقول لك هنا دخل الشغل بتاعك. انا بصراحه شايف ان انا هخليها في سطر لوحدها وتيجي تحط هنا، وزي ما قلت لك طبعا تبدا تقول له تحتيه هنا مثلا كذا 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 كنت بعمل فيه 1 2 3
وتيجي برضو ايه دي انا شايف اللي هي بصراحه اضافه كويسه برضو منه، اللي انت تعرف تكون بتعرف تشتغل في ايه واحد اثنين ثلاثه. لو انت ما بتعرفش تشتغل في الحاجات دي فشيلها. يعني انا مثلا ما بشتغلش في الميوزك فيديوز عشان انا مثلا حرمانيه وكده، فلا شايلها خالص. فيلا بينا بقى على السكشن اللي بعديه، وهو عن طريق اللي انا اقوله انا هعمل لك ايه في الفيديو بتاعك. تمام. فانا هاخد نفس اللي انا كنت واخدها الفيديو اللي فات واقول له ايه، او هاخدها اللي انا كنت كاتبها في اول كفر ليتر واجي اكتب له انا هعمل لك الاسبكتس بتاعتك. الكلام كله طبعا انا شرحته لك. فانا هو زي ما انت شايف، ولو انت الشغلانه او المجال بتاعك ملوش اي علاقه باللي انت تكتب له انا هعمل له 1 2 3، فما تكتبهاش وخش على السكشن اللي بعده. انا مثلا شايف بالنسبه لي ان الجزء دوت مثلا في تشات جي بي تي اللي كان كاتبه كان كويس، وهزود عليه بس كام حاجه كده بسيطه اللي انا ايه ازودها. اقول مثلا هاي مثلا اقول ايه ايوه هو زي ما انت شايف قدامك انا كتبت له حته بس من عندي. تمام. هي الحته ديت. تمام. بعد كده خدت الجزء الثاني بقى اللي انا واخده ايه من شات جي بي تي. عشان كده بقول لك يا جماعه فعلا التول ديت كويسه جدا وبطريقه الناس مش متخيله فعلا هي ممكن تفيدك قد ايه في الشغل بتاعك. وعايز اقول لك ان في وظائف حرفيا كامله قايمه عليها. يعني ممكن اقول لك اعمل لك فيديو حرفيا كميه الوظائف اللي انت ممكن تشتغلها في شات جي بي تي، ومش محتاج كميه المجهود اللي انت اي حد تاني ممكن يعمله في اي وظيفه ثانيه. بقول له بص انا دلوقتي اهو انا فاضل، اسمي فاضل، انا سريع، انا تقدر تعتمد عليا عشان الحته ديت مهمه جدا بالنسبه للناس، وايه بقدر اتواصل مع، عندي سهوله في التواصل جدا، ستوري تيلينج والكلام ده كله. تمام. وانا هاخد السكريبت بتاعك والفويس اوفر وايه واعملهم لك بسرعه. انا هنا كنت مصر ان انا اقول له كلمه فاست واللي انا كده ليه، عشان هو كان قايل في الجوب ديسكريبشن بتاعه اللي هو عايز حد يكون يسلمه بسرعه او يسلمه في خلال 24 ساعه. يلا بينا بقى الجزء الاخير اللي احنا بنقول له ان انت هل انت فعلا مستعد ان انت ترمي فلوسك في الارض لمجرد ان في حد مثلا مديلك احسن سعر دلوقتي زي ما انت شايف برده قدامك اهوت. انا قلت له باي ذا واي باتريك اللي هو بالمناسبه باتريك، هل انت فعلا عندك استعداد ان انت تصرف فلوسك على واحد لمجرد اللي هو كان اقل واحد في السعر مش احسن واحد في الكواليتي؟ انا بضمن لك ان انا هقدم لك احسن شغل ومستعد ان انا اشتغل معاك على المدى البعيد. وطبعا ترد على السؤال بتاعه اللي هو بتاع الفلوس والكلام ده كله. تمام. وتيجي تقول له مثلا هنا زي ما قلت لك شات جي بي تي مثلا كان رد عليه بشكل كويس اهو ريجاردنج كان قايل اللي هو اسكت فور ذا برايس، بس هو قبل كده كان سائل على موضوع الانفيتو ماركت اللي هو انت معاك سبسكريبشن ولا لا. فانا هاخدها زي ما هي بصراحه هجاوبها بشكل كويس. تمام. بعد كده اخش على الجزء اللي بعده اللي هو كان بيسال على الفلوس اهو. وانا كنت كده كده برضو قايل لك في المره الاولانيه اللي انا مثلا مش حابب ان انا اكتبه، ولو انت حابب ان انت تكتب له السعر على طول اكتب له السعر على طول ما تهريش معايا في الكلام. او ممكن على طول انت تقول له ايه تعالى نتكلم فيديو كود بحيث ان انت تضمن ان انت تبقى وصلت معاه الخطوه اللي بعدها. وتقول له مثلا زي ما قلت لك برضه في الاخر الجزء الاخير بما ان انت ما عندكش اي خبره على الابورك، فانت قول له في الاخر خالص ان انا بما ان انا لسه جديد على الابورك فانا مستعد ان انا اعمل لك اوفر كويس وان انا ايه بس ايه تعالى نتواصل الاول. تمام. واكتب له تحت اسمك اتفضل. طبعا ما تكتبوش اتفضل اكتب له اسمك. وبكده الحمد لله احنا خلصنا الاربع طرق. الطريقه الاولانيه زي ما قلت لك بتقسمها سيكشنز. الطريقه الثانيه هي عباره عن اللي انت بتستخدم الاي اي اللي هو شات جي بي تي. تمام. وتقول له ان انا عايزك تكتب لي كفر ليتر. بس الفكره في ايه ان دي بتبقى عاميه جدا وناس كتير جدا بتعملها وما بتبقاش ليها علاقه بالشغلانه قوي. الطريقه الثالثه بقى ودي هي حرفيا ان انت بتزود حاجه على الطريقه الثانيه وان انت تديله الجوب ديسكربشن بحيث ان هو يكتب لك حاجه مخصصه للشغلانه دي. ومع كل وظيفه انت بتقدم عليها بتاخد الجوب ديسكربشن وتديه له. عايز تعرف بقى تكتب له ايه هتكتب له اللي انا كتبته لك تحت الفيديو. ممكن اكتبه لك تحت الديسكربشن اللي هو اي ام ايه النقط. الطريقه الرابعه وزي ما قلت لك ودي اهم واحده فيهم ودي بصراحه اللي انا بنصحك ان انت تمشي بيها هي عن طريق ان انت تاخد الطريقه الاولانيه والثانيه والثالثه تضربهم مع بعض وتطلع حاجه تبين كل الشغل اللي انت بتقدمه والشغل اللي عاملها هيستفادوا منك فيه. هيجي واحد دلوقتي يجي يقول لك طب هل الاربع طرق دول بس هم اللي انا اقدر اشتغل بيهم يعني مفيش اي طريقه ثانيه؟ اقول لك ان انت لو فتحت اليوتيوب حرفيا وكتبت كفر ليتر هتلاقي ناس كتيره جدا حرفيا بيدوا لك نصايح وبيدوا لك ازاي تكتب كفر ليتر بطريقه كويسه وكلهم ما شاء الله كويسين جدا. تمام. الفكره في الاول وفي الاخر في الكفر ليتر اللي هي مالهاش صيغه معينه. انا بدي لك هنا الخبره بتاعتي على الموقع. في واحد تاني برضه ممكن يكون بيكتب بطريقه ثانيه وهيبدا يفيدك بطريقه ثانيه. الفكره في الاول وفي الاخر ان انت تفهم كفر ليتر هي مهمتها حاجه واحده بس، ان انت تبين للعميل اللي قدامك ان هو مش هيرمي فلوسه على الارض، ان انت هتقدم له اعلى شغل وتبين له نفسك كشخص ان انت فعلا اهلا للثقه في الشغلانه ديت. فايا كان بقى انت استفدت من الفيديو دوت ان شاء الله يعني او حبيت انت تفهم من اي حد تاني مش مشكله، المهم ان انت تعرف توصل للعميل الفكره ديت. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو فعلا حسيت ان الفيديو دوت فادك ابعته لاي حد برده من صحابك بيسال نفس السؤال دوت لعل وعسى يفيده. وان شاء الله اشوفك الفيديو اللي جاي.